في ناس كتير جدا عندها أصول زي العقارات بيسيبوها فاضية من غير أي استغلال، سواء بقى كانت شقة، فيلا، مكتب، أرض أو حتى عيادة. لما الأصول دي بتبقى فاضية أنت مش بس بتخسر فلوس بسبب عدم استغلال الأصول دي، لكن كمان بتتحمل مصاريف صيانة وممكن في بعض الأحيان ضرائب، وكل ده من غير ما يجيلك أي دخل في المقابل. خليني أديك مثال صغير. لو انت عندك شقه في المعادي او في القاهره الجديده او حتى في الشيخ زايد وقررت ان انت تسيبها فاضيه، انت فعليا مش بتستفيد باي حاجه. لكن لو اجرتها كشقه مفروشه او ايجار طويل او حتى طلعتها على بوكينج او اير بي ان بي، هتتاكد ان انت كده كده هيجي لك دخل. العقار ده ممكن يفضل فاضي ويكلفك فلوس كل شهر زي مثلا مصاريف الصيانه، بس بدل كده انت حولته لمصدر دخل ثابت، وكمان بتزيد قيمته مع الوقت. لو بصيت للامر من المنظور ده هتلاقي ان كل اصل عندك انت مش بتشغله، انت بتخسر قدامه فلوس حتى لو الاصل نفسه بيحصل له ابريشيشن. العقارات والاصول عموما لما بتستغلها بتزود دخلك وبتامن مستقبلك، وعلى راي المثل الفلوس اللي شغاله احسن من اللي محبوسه. خلي اصولك دايما شغاله لصالحك، ولو عايز فعلا كنوز بفلوس روح شوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.